التطرف الديني هو من الاضطرابات النفسية، هو اضطراب نفسي. مجتمع اللي فيه 49% ديال الناس مضطربون نفسيا أو عانوا من اضطرابات نفسية واكتئاب، ما يمكن يستهويهم إلا الخطاب اللي يعكس أيضا اضطراب نفسي. مثلا السلفي كيهضر على الجهاد وباقي كيهضر على أننا ندخلوا على بلاد الناس باش ننشروا عندهم الدين. السلفية الوهابية داخلة في التطرف الديني، وأن التطرف الديني هو من الاضطرابات النفسية، هو اضطراب نفسي، لأن المتطرف دينيا السلوك ديالو ماشي عادي، النظرة ديالو إلى الأشياء ماشي عادية، لأنه عنده مشكل مع الواقع، عنده مشكل مع التاريخ، عنده مشكل مع الدولة، عنده مشكل مع الناس ومع الحياة الطبيعية. الإحصائيات كتقول أن 49% ديال المغاربة عانوا من اضطرابات نفسية، ولهذا ما تسولونيش علاش كيتجمع الجمهور كبير على سلفي متطرف. الأمر واضح، مجتمع اللي فيه 49% ديال الناس مضطربون نفسيا أو عانوا من اضطرابات نفسية واكتئاب، ما يمكن يستهويهم إلا الخطاب اللي يعكس أيضا اضطراب نفسي. ما يمكنش يستهويهم الخطاب العلمي ولا الخطاب الجمالي ولا يستهويهم شي حاجة ولا الأدب ولا المسرح ولا غالبا غادي يميلوا إلى الخطاب اللي فيه تعويض نفسي على الاضطراب اللي عندهم. ولهذا في السلفية هي اضطراب نفسي لأنها أولا عنيفة، كل سلفي إلا وفي عنف. مثلا السلفي كيهضر على الجهاد وباقي كيهضر على أننا ندخلوا على بلاد الناس باش ننشروا عندهم الدين ونقولوا لهم واش غتسلموا ولا ما غتسلموش وغادي نحاربوهم. يعني نوع من الهذيان اللي ممكن يقول به أي إنسان عاقل نهائيا أبدا. فالخطاب السلفي خطاب عنيف، فهو مضطرب نفسيا. ثانيا هو خارج الواقع، الخطاب السلفي خارج الواقع، وطبيعة الاضطراب النفسي أو المرض النفسي أن مولاه كيكونش واقعي التفكير ديالو في النظرة ديالو، كينظر الأشياء يعني منظور آخر. ثم الاضطراب النفسي اللي كينعكس في التطرف الديني كيتخذ شكل الانتقام من الحضارة الحالية. الحضارة اليوم هي حضارة ديال العلم، الرمز ديالها الأول العلم، الثورات العلمية وحقوق الإنسان، الديمقراطية. هادو هما جوج ديال الأمور باش كيتميز العصر ديالنا على كل العصور السابقة. الثورات العلمية الباهرة في كل المجالات بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، ثم الديمقراطية وحقوق الإنسان اللي كثير الناس دابا باغيين يتراجعوا عليها لأن ماشي في مصلحتهم. الانتقام من هذه الحضارة كينعكس في الخطاب ديال التطرف الديني، والناس كلهم اللي عندهم غضب لداخل ديالهم أو توتر أو احتقان ضد الحضارة الحالية كيلقاو الضالة ديالهم في التطرف الديني. المسألة الرابعة هي أن هذا التطرف هو تعويض نفسي، والتعويض النفسي كيكون عبر الخرافة، كيكون عبر العنف، كيكون عبر الكلام على الماضي، الإغراق في الماضي وتقديم شخصيات في الماضي البعيد على أنها نموذجية بينما هي ليست كذلك. هذه العناصر بربعة كتشرح لنا علاش أن السلفية اضطراب نفسي، ولهذا ما خصهمش باقي يتقلقوا إلا سمعوا شي واحد متطرف سلفي كيهضر، خصهم يعرفوا أنه شخص اللي خصو علاج. المسألة الثانية كيقولوا الناس القاعة كانت عامرة والناس بقاو على برا. واش كتعرفوا على من كيتجمعوا الناس بالكثرة دائما؟ حيدوا هذاك الداعية وحطوا راقصة قدامه وشوفوا واش الجمهور ما غيتضاعفش 10 المرات. جيبوا شخص كيضحك الناس، شخص يعني ايموريست مثلا كيضحك على الناس كيفوجدون، غادي يكون الجمهور أكبر بكثير. فالناس كيجيو حسب كل واحد شنو باغي، ولكن اللي خصكم تحضروا منه ما تعتقدوش أن كثرة العدد معناه الحقيقة، لأن إذا كانت الكثرة العددية كتعني أن الشخص اللي تجمعوا عليه الناس راه عنده الحق، فهنا غيكون أعظم رجل في القرن العشرين اللي تجمعت عليه أكبر الملايين البشر، وعمر شي حد ما قدر يجمع ذاك القدر، هو هتلر، هو أدولف هتلر اللي كيقول لنا علاش؟ لأنه كان كيقول الأمة الألمانية ستسود العالم لأن العرق الآري هو العرق الأرقى، الأبيض الأرقى من كل البشر، ولهذا على الأمة الألمانية العظيمة أن تسود. فيهتف الناس بحياة الفوهر، حياة أدولف هتلر،
ودخلوا المجتمع الألماني، دخلت موجة هذيان انتهت بخراب شامل. 55 مليون ديال القتلى. أدولف هتلر كان كيشكل نوع من الاضطراب النفسي. الاضطراب النفسي، التطرف العرقي، نفس الشيء. إذا كنتوا غادي تعتبروا بأن تجمعوا الناس على شي واحد بمعنى راه عنده الحق، فهنا غادي تكونوا غالطين بزاف، لأن غنجيب لكم آلاف النماذج ديال الناس تجمعوا عليهم البشر أكثر من الدعاة السلفيين، ولكنهم كانوا خطر على البشرية، كما هو خطر السلفية الوهابية كذلك. قيمة الأفكار ليست في العدد، قيمة الأفكار في الإنسانية ديالها. واش هي أفكار كتضمن الكرامة الإنسانية أو أنها تهدد هذه الكرامة؟ وهذه القاعدة خصكم توضعوها في عقولكم مزيان. قيمة الأفكار في قيمتها الإنسانية، في علاقتها بالكرامة. كل من يتكلم ليطعن في الكرامة الإنسانية باللامساواة والحجر على الحريات أو أي شيء اللي هو يمس بقيمة الإنسان من حيث هو إنسان، عرفوا أنه شخص لا يخدم النهضة ديال بلاده. بطبيعة الحال هذا الشيء يعني إذا كيتجمعوا الناس على الإسلاميين، فهذا عمل ديال الدولة من 79. من 79 والدولة فتح لهم مجال، عطاتهم التعليم، فتحت لهم شعبة في الجامعة خوفا من اليسار ذاك الوقت. فمدة 25 سنة والدولة خدامة لهذا التيار، ولهذا إلى الآن كتشوفوه عند الناس راه طبيعي، لأن هذا عمل ديال الدولة. دريس البصري، العلوي المدغري، الراحل الحسن الثاني، كلهم اشتغلوا على أساس مواجهة اليسار بهذا النوع من التطرف الديني، وتعطت له كل الوسائل. إذا دابا حنا كنعيشوا الأجيال اللي هي نتاج ديك ال 25 عام ومن 79 بالخصوص، وهذا الشيء كله موجة كيعيشوا المجتمعات موجات اللي هي كندوز. ثم ما تنساوش واحد المسألة، الفشل الذريع ديال الحزب العدالة والتنمية في السياسة وفي الحكومة بعد جوج الولايات والسقوط ديالو المدوي جعلوا يدفع بالسلفيين المتطرفين القدام كانتقام من الدولة. لأن المنطق ديال الإخوة المسلمين شنو هو؟ إما تعطيونا الكراسة وإما غادي نسلطوا عليكم متطرفين. راه حنا معتدلين، هما ما معتدلين ما والو، هما بحالهم بحال السلفيين، لأن كلهم الفكر ديالهم مضاد للدولة الحديثة وللديمقراطية ولحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية، لأنهم كيعيشوا في الماضي. دابا غادي نختم بأنه قالوا هذا المتطرف هضر على الأمازيغية. هذا كلام مضحك. علاش؟ لأن الرجل عمرو ما دار مجهود يطلع على مرجعية الدولة. هذه دابا 23 عام والأمازيغية 22 عام بالضبط، والأمازيغية في المدرسة. كاين واحد الحاجة كتسمى منهاج اللغة الأمازيغية في التعليم. شكون اللي دارو؟ دارته وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فيه كل شيء. كيجي واحد السلفي متطرف مضطرب نفسيا وكيقول في 2025 كيفاش غنقريو هاد الأمازيغية، شنو غنقريو، واش هذا الشيء محسوم من 2002. في 2002 كان الوزير هو السي عبد الله سعف، تدار المنهاج وجا السي الحبيب المالكي الوزير اللي دخل الأمازيغية للتعليم في 2003، وكان هذا الشيء كله واضح، والمنهجية غدا والأساتذة كيتكونوا كذا. يجي واحد في 2025 ولكن ما كنعيبش عليه لأنه هو لا يعرف، كيتكلم في موضوع يجهله وما عارف شيء بأن الدولة دارت فيه الكثير، ولا ما عنده اهتمام بالموضوع باش يتكلم فيه. ولكن كنعيب على الجمهور اللي حاضر اللي هما يمازيغن وما تدخلوش باش يصحوا ليه، باش يقولوا له ودي ها كيفاش كتقرا الأمازيغية، ها المنهجية المعتمدة، ها المعجم كيفاش كيدار، ها توحيد اللغة الأمازيغية كيفاش كيتم بأي منهجية، لأن هذيك لغتهم. السيد هذا راه ما كيعرفش الأمازيغية، لا يعرفها، فهو جاهل فيها، ما يمكنش يعطيك فكرة. الجمهور اللي خصو يعلمه ويقول له ودي هذه اللغة ديالنا اللي انت كتهضر عليها ها كيفاش كتدرس في المدرسة. فبقاو جالسين كيتصنتوا ليه، كيتصنتوا لواحد يهرف بما لا يعرف. فحتى الجمهور غلط. دائما الإنسان لما كيتكلم ويقول كلام ما طلع عليه، ما دار فيه مجهود، ما بحث فيه، ما حتى حاجة، الناس اللي كيعرفوا خصهم يصحوا، لأن الناس كلهم كيغلطوا، كلشي معرض للخطأ، ولكن خاص فقط أن يعترف بخطئه
ويصححه باش يعرف. اذا كان موضوع الامازيغيه موضوع ديال الدوله، لغه رسميه ديال الدستور المغربي وكاينه في التعليم المغربي، وعندها جميع المرجعيات اللي عند اللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه بحال بحال. واللي بغى يعرف يتفضل الوثائق ويدرسها. اذا ما نبقاو شيء نتقلقوا الا سمعنا واحد سلفي يتكلم. السلفي خارج الواقع وخارج التاريخ. سلفيون انا كنسميهم اهل الكهف، لانهم بقاو ناعسين في واحد الغار وخرجوا من الغار باش يلقاو عالم اخر وعمرهم ما قدروا يفهموه، وبداو كيتكلموا بداك المنطق اللي كانوا فيه لما يعني قبل ما يدخلوا للغار. وهذا بطبيعه الحال غير ممكن. خاص الناس يكونوا واقعيين، يفهموا الدوله ديالهم، يفهموا القوانين، يفهموا الحياه فين غادا، يفهموا التاريخ فين غادي. لما يتكلموا يتحملوا مسؤوليه على ان بلادهم خصها تنهض، ما يضربوش، ما يهرسوش الاسس باش يطيحوا ببلادهم، لا. اللي كيتكلم يحاول يخلق نهضه لبلاده، ماشي يخلق التخلف. شكرا.